لو انتوا جبتوا مانجا وما طلعتش معاكم حلوه بزياده زي ما انتوا متوقعين، هتعملوا زي ما انا ما عملت ولا ايه؟ انا جبت المانجا وما طلعتش معايا حلوه، فجبت 3 حبات من المانجا دخلتهم الفريزر. بعد ما دخلتهم الفريزر طلعتهم، ابتديت اللي انا قطعت 2 في طبق وقطعت واحده مكعبات. جبت عندي شفشق الخلاط، ضفت فيه المانجا اللي انا مقطعاها، وهضيف عليهم ايه؟ معلقتين من كريم الشانتيه. وهتضيف عليه، انت عايزه تجيبي كريم الشانتيه خام مفيش مشكله، هتزودي السكر. عايزه تجيبيه محلى هتقللي السكر، ده اختياري. نزلت عليهم المانجا في الخلاط بمعلقتين من كريم الشانتيه و3 معالق سكر، بس ما ضفتش اي حاجه تاني. وضربتهم في الخلاط لمدة 5 دقايق. جبت عندي الكوبايات بتاعة المية اللي هي البلاستيك بتاعتنا، ونزلت بيها في قطع المانجا اللي انا كنت مقطعاه. زي ما انا ما قلت لك، المانجا ما كانتش لونها حلو بزياده وما كانتش مسكره، فانا حرام اللي انا ارميها، فقلت هستغلها في الايس كريم. وطلع اللهم بارك كان كريمي وطعمه كان حلو جدا. بعد ما ضفت بقى الخليط بتاعي، حطيت كده على وش الكوبايه، في كل كوبايه كام قطعه من المانجا اللي احنا مقطعينها. وده كان شكلها كده. ابتديت اللي انا اطلع الهواء من الكوبايات ودخلته الفريزر. ودي النتيجه بعد ما طلع من الفريزر، اللهم بارك. فعلا كان طعمه حلو جدا، والف هنا وشفا. يلا اشتركي في القناه مع السمكه والشهد عشان هتعملوا حاجات كتير.